السلام عليكم متابعين غاليين، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو ديالي في احسن الاحوال ان شاء الله يا ربي. اليوم كيف ما كتشوفوا غنشارك معكم وصفه طبيعيه ديال الصباغه. طبيعيه 100%، حيدوا عليا من دوك الصباغات اللي كديري وفي الاخر كتندمي كيطيح لك شعرك وبزاف ديال المشاكل. صراحه هذه كتعطيك اللون زوين وفي نفس الوقت تحبس لك تساقط، كتحيد لك القشره من شعرك. صراحه خطيره وفيها المكونات يعني كلهم طبيعيين، ما كاينش شي مكون اللي ماشي طبيعي، كلهم طبيعيين ان شاء الله كيف ما غتشوفوا معايا في الفيديو. المكونات اللي فيها طبيعيين 100% وتتعطيك اللون، يعني داك اللون اكاجو زوين مفتوح، يعني كتعطيك واحد اللون زوين صراحه غزال. اللون اللي تتعطي زوين بزاف. بالنسبة للبنات اللي عندهم شعرهم يعني أسود، يعني ما نظنش غتشد لكم في أول استعمال أولا تاني استعمال، يعني غتتعاودوا المرة الأولى والثانية والثالثة عاد شوفوا واش غتخلي لكم لون. بالنسبة للون ديالنا حنايا يعني ما غادي شويه المارو، يعني عطاتنا شويه ديال اللون، ولكن غادي نعاودها مره تانية باش تعطيني اللون اللي انا بغيت تماما وغادي نحبس منها. ولكن اللي زوين فيها راه تتحبس لك التساقط في اول استعمال وتتحيد لك القشره في اول استعمال ديالها. تتحيد لك القشره، يعني القشره ما كتضرش مازال في شعرك. صراحه وصفه زوينه وطبيعيه 100%. اللي ما جربش هذه الوصفه راه ما جرب والو. البنات اللي باغين يعني اللون طبيعي يجربوها، يعني اللي كيعجبو هاد اللوينات يعني داك اللون اكاجو داك المارو مفتوح شويه. صراحه غير جربي هاد الوصفه وما غتندميش عليها. وإلا كانت عندك تساقط ديال الشعر راه زوينه ليك، واذا كانت عندك القشره في شعرك راح تتحيد القشره في اول استعمال. انا حيت بدلت شامبون واستعملت واحد شامبون ودار لي القشره، يعني القشره اللي دار لي عصباتني صراحه ما نكذبش عليكم. ولكن هاد الوصفه حيدتها لي في اول استعمال. كيف ما غتشوفوا المكونات اللي عندنا راه كلهم طبيعيين 100%. المكونات اللي عندنا عندي هنايا، انا غادي نكتبهم لكم يعني اللي بغات سكريني غنكتب لكم السميات ديال هاد العشب اللي غتستعملوا. هنا عندي الحنه ديال الشعر. الحنه ديال الشعر راه يعني معروف، يعني تاخدي شي حاجه اللي زوينه عند شي عطار تتعرفيه تتقول لي عطيني الحنه ديال الشعر راه تيعطيك. والحنه هنايا كيف ما شفتوا، بغيتو تاخدوه وراق طحنوه من عنده، بغيتو تاخدوه هو مطحون. انا تقريبا انا استعملت 4 المعالق حيت غادي نديرها انا وبنتي. وهاد العشبه هي فاش تلفت عند العطار قلت لي عطيني الضبع قال لي لا سميتها الضبغ. الضبغ. هذه هي العشبه اللي مهمه بزاف في هاد الوصفه. هي هاد العشبه الضبغ. خذوها مطحونه خذوها يعني ما مطحوناش. انا خديت هوك. وهنا تتاخدي الكركدي مطحون. الكركدي راه معروف هذاك عرفتو انا دائما كنستعملو. غير هاد العشبه اللي ما عمرني استعملتها اول مره نستعملها. كديري 2 معالق ديال هذاك العشبه الضبغ و2 معالق ديال الكركدي. هذا هو الشكل ديالو ديال هذيك العشبه الضبغ. الضبع. المهم ما تضحكوش عليا حيت اول مره نسمع بهاد العشبه، ما عمرني استعملتها صراحه ما نكذبش عليكم. خديت منها خديت يعني مطحونه وخديت ما مطحوناش. كيف ما شفتوا درت 2 معالق ديال ديك العشبه الضبا و2 معالق ديال الكركدي حتى هويا. ودرت وغادي ندير 2 معالق ديال الفوا. هذه هي الفوا اللي وريت لكم من الاخر، ديك دائما كنستعملها ديما عندي، هي ما جبتهاش كاع عند عطار، جبت غير هاد 2 الحوايج. الفوا كيف ما كتشوفوا غديروا حتى هي 2 معالق. صراحه وصفه زوينه بزاف، يعني المكونات اللي فيها راه طبيعيين البنات، راه كلشي كنستعملوا هاد المكونات الا هاد العشبه اللي ما عمرني استعملت، ولكن هي حتى هي معروفه بلي راه ديال الشعر وزوينه، راه تتحبس التساقط وكتحيد لك القشره. عرفتي باش عجبتني انا هاد الوصفه؟ كيف ما قلت لكم راه استعملت واحد شامبو دار لي القشره بزاف وقلت او مناش هاد القشره وانا ما يعني ما تتكونش فيا القشره انا في شعري، واستعملتها اول استعمال هي حيدت لي القشره. صراحه زوينه بزاف.
راه هادي اول مره غادي نستعمل بحال هاد الوصفه. شفتها عند واحد الاخت، فاش سولتها قلت لها غادي نشاركها مع صحاباتي هكا في اليوتيوب، قالت لي صافي اوكي مرحبا. هنا غتاخدو العكر الفاسي. انا عندي هنا ما عندي العكر الفاسي ما مطحونش، يعني عندي هذا تقريبا مده دابا وانا كنستعمل في هذا. ما خديتوش، يعني كان عندي شحال هادي. صافي هنا كتاخدي راه كيدوب في البلاصه، هو راه غنخوي عليه غير الماء باش غنخلط هاد المكونات كاملين راه غيدوب، يعني راه كيدوب هو في البلاصه. هنايا كتاخدي منوّل غذائي، يعني اللي كنستعملوه في الحلوى، حتى هو راه طبيعي راه كنستعملوه، يعني أي حاجة كنستعملوها يعني في الماكلة وهذا راه كتكون طبيعية. كيف ما شفتوا هنا راه كترت منه، حيت كان عليا ندير تقريبا غير شي معلقة اللي غندير. هنا راه كترت تقريبا، درت هنايا أنا كترت شوية حيت خويتها من ديك اللعيبة، راه خوا ليا تقريبا نص ديالها، راه دارت ليا حالة في يديا ولكن راه اللون دغيا كيمشي. هانتوما كيف ما قلت لكم بالنسبة لهكا الفسيل دغيا كيدوب، يعني غنخلطو بداك الماء باش غنخلط هاد المكونات كاملين، راه دغيا غادي يدوب. بالنسبة للماء باش غنخلط هاد المكونات كاملين، الماء هو اللي خاص ضروري يعني تصايبيه. راه مشى ليا المقطع ديال الفيديو، هنا الماء ديالو درت فيه داك العشبة ديال الضبع، يعني ما مطحوناش، العشبة عادية، ودرت فيه الكركدي، ودرت فيه قشور ديال الرمان، ودرت فيه درت فيه الفوة. الا كان عندك يعني كانت عندك يعني الباربة او الشمندر، قطعي منها طريف ولوحيه وخوي عليها الماء وحطيها تطبخ مزيان، يطلق داك المكونات كاملين، يطلقوا الماء داك اللون. ها كيف ما كتشوفوا اللون ديالو حتى هو راه احمر صراحه زوين. انا صراحه هاد الوصفه عجباتني يا البنات، والله تعجباتني بزاف. كيف ما قلت لكم راه دغيا كيدوب، انا جالسه كنوريكم. صافي هنايا كتخلطيه بهاد الماء، ومن بعد ما كتخلطي يعني هاد المكونات كاملين كتخليه تقريبا واحد ساعه هكا يترقد مزيان، عاد تستعمليه. صافي كيف ما قلت لكم البنات، طريقة الاستعمال راه كديريها على شعرك، كتعمري يعني شعرك مزيان بحال غادي تصبغي يعني شعرك راه. وهاد الوصفة البنات راه طبيعية، نعاود نقولها راه طبيعية. اللي ما جربها راه ما جرب والو صراحة، حيت كتعطي واحد اللون زوين. غير جربوها البنات، والله راه كتعطي واحد اللون فن. راه فاش درتها لبنتي، فاش استعملتها وكانت واحد السيده جالسه حدايا في الحمام، قالت لي شنو هادشي اللي درتي لبنتك، وعاودت ليها قالت لي المره الجايه غنجي الحمام غنديرها لبنتي وغنديرها حتى انايا. صراحه عجباتها وصفه باش عجباتني بزاف. كيف ما كتشوفوها اللون ديال بنتي انايا، راه واخا بنتك صغيره راه تقدري ديريها ليها ما تخافي، يعني من حتى شي حاجه راه ما عندها باش تضرها. وباش عجباتني كانت عندي انا القشره، كانت عندي القشره في شعري، حيت استعملت واحد شامبون ودار لي القشره. صافي استعملتها في اول استعمال، والله الا اول استعمال راه كتحيد لك القشره، في اول استعمال ديالها تتحيد لك القشره. واللي عندها شعرها ناشف بزاف، دير معاه واحد 2 معالق ديال زيت الكوكا ولا زيت الزيتون بدون ملحه، يعني زيت الزيتون ولا زيت الكوك. ديرها مع الحنة، حيت الحنة شوية كيقصح شوية الزغبة. ولكن راه صراحة وصفة زوينة، غير الا كيف ما قلت لكم الا عندكم شعركم ناشف شوية ديروا معاه زيت الزيتون او لا زيت الكوك. انا راه كنت دايره الميكا، حيت ما كانش عندي اللي باش نديرها ليديا، كانت عندي دايره ميكا و وحيدتها وكملت بيديا. صافي هنا البنات كنوريكم يديا راه كانت دارت لي حاله في يديا، ولكن فاش غسلتهم مشات، يعني دغيا كيمشي. ولكن كتخلي واحد اللون في يدين صراحه زوين، حتى اللون اللي كتخلي في يدين راه زوين، يعني كتعطيه كوك. ما ديروش ميكا ولا ديروا ليكا ولا ديروا شي حاجه، ديروها نتوما طبيعي، نديروها بيديكم. وهنا البنات غنشارك معكم شامبوان اللي انا رجعت كنستعمله، حيت هذا كنستعملو انا لبنتي، يعني ما كنبدلش ليها شامبون، كنستعمل ليها هذا. وبغيت يزيد يقوي ليها شعرها، درت فيها تقريبا واحد المعلقه ديال القرنفل،
ما طحنيهم حتى حاجة، لوحيهم في شامبون صافي. تقريبا هاد كيف ما قلت لكم معلقة كبيرة ديال القرنفل، لوحيهم. هنايا عندي انا القرعة كبيرة. صافي رجعت حيدت داك الشامبو اللي انا كنستعملو، رجعت كنستعمل شامبون مع بنتي حسن، حيت هذا صراحة طبيعي ما فيش دوك المكونات ديال سميتو. وقلت بلاتي نزيد عليه القرنفل راه غادي يزيد غادي يزيد يعطي المفعول صراحة زوين. وصراحة زوين، راه القرنفل راه زوينين للشعر، شي حاجة راه ما تخطاكمش في اي وصفة غادي ديروها لشعركم ديروا من ديروا فيها القرنفل. انا ما كانش عندي بزاف، ما درتوش مع هاد الخليط ديال الحنة. صافي هنا كيف ما كتشوفوا ديروا في شامبون صافي كتخليوه. وهادوك القرنفل كيبقاو يطلقوا دوك الزيوت ديالهم، صراحه زوين زوين بزاف الا درتي. وكاينين الناس اللي تيخلطوا معاه القهوه وتيخلطوا معاه القرنفل المطحون، يعني القهوه والمعلقه الصغيره ديال القهوه، المعلقه الصغيره ديال ال- القرنفل المطحون. انا درتو غير هكا راه كافي، يعني ديري مع غير حبه ديال القرنفل راه كافيه. صافي كيف ما كتشوفوا راه باقي كنوريكم فيديو عاجبيني حيت صراحه تعطي واحد اللون زوين، كتعطي واحد اللون في الداخل ديال اليدين، كتعطيك داك اللون كيحمق صراحه تقال. المهم البنات الا وصلتوا حتى لهنايا ما تنساوش اختكم بارطاجيو ليا القناه ديالي فضلا منكم وليس امرا، وما تنساوش تخليو ليا واحد لايك، واحد الاشتراك. الناس اللي اول مره تيشاهدوا لي فيديو ما ينساوش يضغطوا على الجرس باش يوصلكم اي جديد ان شاء الله. وخليتكم على خير، ونتلاقاو شي فيديو اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.